ماما، أنا لازم أتطلق من عمرو. يا بنتي الطلاق مش حاجة سهلة، لازم تعملي اللي هقولك عليه عشان تحافظي على جوزك وبيتك. واديكي شفتي قد إيه انتي تعبتي وعانيتي لما اتطلقتي أول مرة، ودلوقتي عايزة ترجعي للمعاناة تاني. يا ماما أنا عايشة مع واحد مش شايفني، كل تفكيره في أرملته، بيقعد يبص في صورتها ويسمع صوتها في التسجيلات، كل ما أكلمه يسكت، ولا كلمة حلوة ولا حضن ولا اهتمام. تعرفي يا ماما، أقولك على الأكبر، من كتر إهماله ليا من أول جوازنا وأنا حاسة إني على طول بفكر في طليق ياسر. هو ده اللي شفت معاه أيام حلوة رغم إنها خلصت بسرعة، بس لما اتجوزت عمرو ما قدرش يحتويني عشان أنساه. إيه اللي بتقوليه ده يا مريم؟ أنا ما ربيتكيش على كده، مجرد التفكير في واحد غير جوزك دي تعتبر خيانة. غصب عني يا ماما، أنا بجد تعبت ونفسي ألاقي راحتي. حبيبتي ربنا يريح بالك، بس أنا أمك وعارفة مصلحتك، اعملي اللي هقولك عليه وهتشوفي ازاي عمرو هيحبك ويموت فيكي وينسى ندى. ماشي يا ماما، قولي ازاي. أنا مريم، عندي 32 سنة، اتجوزت أول مرة وأنا عندي 25 سنة، ورغم إنه كان جواز صالونات إلا إني حبيته. يمكن عشان أنا بنت مش اجتماعية ومليش أي علاقات سابقة. هو كان أول راجل دخل حياتي، ده غير إنه كان بيعاملني بالحسنى. بس لما فات سنتين على جوازنا من غير خلفة وبضغط من أمه طلقني. عانيت كتير بعد الطلاق وكنت حاسة إني مش قادرة أنساه. وبعد سنتين اتقدم لي عمرو، وبرضه كانت جوازة صالونات، ولما جه البيت يتقدم لي قال لبابا: بص يا عمي، أنا أرمل، مراتي توفت من 3 سنين، أنا بس عشت مع مراتي سنتين وعندي بنت، بس لما هتجوز مريم إن شاء الله بنتي مش هتعيش معانا، بنتي هتكون مع أمي، أمي هي اللي هتربيها على طول، خصوصا إن مريم مش معاها أولاد، فأنا مش عايزة أظلمها وأخليها مرات أب. وافقت على عمرو واتجوزنا على طول. بس من أول جوازنا وأنا مش مرتاحة معاه، لو طلبت منه يخرجني كنا أول ما ندخل المكان كان يقولي: ندى الله يرحمها كانت بتحب المكان ده قوي، وكل ما نخرج كانت تختار تيجي هنا. ولما كنت أقول لعمرو: يا عمرو، أنا نفسي إننا نقرب من بعض أكتر، أنا عارفة إن إحنا الاتنين خارجين من علاقات ما كملتش وانتهت بالفشل، سواء بطلاق أو بموت، لكن إحنا دلوقتي مع بعض ولازم ندي لنفسنا فرصة نتكلم ونعرف بعض أكتر. أنا عايزة أحس باهتمامك وأنا حاسسك باهتمامي، وده بيجي بالحوار والتفاهم بينا، ولا أنت إيه رأيك؟ كلامك صح، بس أنا مش فاضي دلوقتي، هخلص شغلي ونقعد نتكلم براحتنا. ماشي يا عمرو، طب هروح أعمل حاجة تشربها. ولما جيت عشان أحطله القهوة لقيته مش موجود في المكتب، ولقيت اللابتوب بتاعه مفتوح على فيديو الفرح بتاعه هو وندى. زعلت في نفسي وقلت هو ده الشغل اللي مخليه مش فاضي يتكلم معايا. ومهما ألبس واهتم بنفسي هو برضو مش شايفني. انت هتنام يا عمرو؟ طب حتى مش هتقولي تصبحي على خير وأحلام سعيدة؟ تصبحي على خير يا ندى. ندى، أنا مريم، وأحيانا كنت بتصنع التعب عشان يحس بيا ويقرب مني، بس وقتها كان يقولي: أنا نازل الشغل، لو لقيتي نفسك لسه تعبانة ابقي كلمي مامتك أو واحدة صاحبتك توديك للدكتور. ولما قررت أكلمه عشان خلاص تعبت من الوضع ده كان يقولي: انت عندك حق يا مريم، اديني بس شوية وقت وانا هتغير، ما تستعجليش. وفعلا كان يتغير حبة ويهتم بيا، بس كنت بحس باهتمام مصطنع، وأكبر دليل على ده إنه كان بيرجع تاني يبعد عني. ولما خلفت ابني محمد كنت طايرة من الفرح، وحسيت إن دي إشارة من ربنا إني أصبر على عمرو لحد ما يحبني وينسى ندى وحياتنا تبقى طبيعية. بس للأسف حتى الخلفة مقصرتش فيه،
وفضل زي ما هو بعيد عني. ومن كتر الفراغ العاطفي اللي في حياتي، غصب عني لقيت نفسي أنا كمان بحن لأيامي مع طليقي، أيام لما كان معايا راجل مهتم بيا أنا وبس، لدرجة بقيت أحس إني بحنله ونفسي أشوفه لو في صورة، لأني لسه بحبه ومش قادرة أنساه. مش عارفة، يمكن إهمال عمرو ليا أحيا جوايا حبي لطليقي. وفي يوم وإحنا بنتغدى لقيته بيقولي: دي كانت أكلة ندى المفضلة، بس طريقتك فيها مش زي طريقتها. رديت عليه المرة دي بكل غضب وقلت له: كل حاجة في حياتي ندى ندى، أنا حاسة إني عايشة في ظل واحدة ميتة، حتى وهي ميتة عايشة بينا. أنا تعبت ومش قادر استحمل، وأقول الأيام هتغيرك، طب الخلفة هتغيرك، بس مفيش فايدة، طلقني يا عمرو. ولما رجعت بيت أهلي، ماما كانت بتحاول تقنعني إني أحافظ على بيتي، وقالت لي: بس أنا أمك وعارفة مصلحتك، اعملي اللي هقولك عليه وهتشوفي إزاي عمرو هيحبك ويموت فيكي وينسى ندى. ماشي يا ماما، قولي إزاي. خليه يفتكر ندى بس بطريقتك انتي، اسأليه عنها، خليه يحكي، بس اسمعيه بقلبك وبكل حنية، حسي بيه مش بغيرتك منها، وبعدين شوفي هو بيحب فيها ايه واعمليه بطريقتك. يعني تقصدي أقلدها وأتحول نسخة منها عشان يحبني؟ لا طبعا، أنا ما قلتش كده. انتي بمجرد حنيتك عليه وإنك بتسمعيه وهو بيتكلم عنها هيحس بطيبتك وهيحس بالأمان معاكي. هو واحد محتاج تعديل سلوك، عدلي سلوكه يا بنتي. وكمان حاولي تفهمي من كلامه عنها هو بيحب فيها ايه بالظبط، واعملي نفس اللي كانت بتعمله هي، بس من غير تقليد وتصنع، بطريقتك انتي. طب لو عملت كل ده وهو متغيرش برضه اعمل ايه؟ هتحاولي مرة واتنين وتلاتة، لازم تحافظي على بيتك، وزي ما قلتلك الطلاق وخراب البيت مش حاجة سهلة. وكمان انتي دلوقتي عندك ابنك، وان شاء الله هتقدري وانا معاكي. هتتعبي شوية، انا عارفة هي صعبة، بس هترتاحي بعد كده. وبعدين عايزة الفت نظرك لحاجة مهمة: حب عمرو الشديد لمراته حتى بعد موتها ده بيدل على ان عمرو انسان مخلص بطبعه، ولو حبك هيحبك بإخلاص. امسكي فيه بإيدك وسنانك، ده هيسعدك قوي يا بنتي. بس انتي اعملي اللي قلتلك عليه، وأكيد ربنا هيساعدك لعمار بيتك ويبعد عنكم الشيطان. ده حتى عمرو مرضاش يطلقك لما طلبتي الطلاق، واداكي وقتك تفكري. وفعلا رجعت لعمرو وبدأت أنفذ في خطة ماما. ولما كنا نقعد ونتكلم أنا وعمرو، كنت دايما أبدأ كلامي معاه وأقوله: كمل لي يلا قصتك مع ندى، احنا وقفنا فين امبارح؟ وهو بقى يفتح لي قلبه ويكلمني عنها. أنا تعرفت على ندى عشان كنا مع بعض في نفس الكلية، انجذبت ليها وهي كمان انجذبت ليا، وكانت أحلى حاجة في علاقتنا إنها مش قايمة على حب الشكل الخارجي بس، كان في بينا تفاهم وحوار، وكنا نحل مشاكل بعض. وكانت تقولي: أنا تعبت من قسوة أبويا قوي معايا يا عمرو، وأمي مغلوبة على أمرها، ولو اتكلمت يضربها. حبيبتي مش عايزك تشيلي هم أبدا ولا تحزني وأنا معاكي، خلاص هانت، بعد الامتحانات على طول هاجي واتقدملك، والحمد لله إن أموري متيسرة وعندي شقتي وبابا هيساعدني في التجهيزات. ربنا يخليك ليا يا عمرو ويديمك في حياتي، انت اللي ربنا عوضني بيك. واتجوزت أنا وندى وجبنا منا، وكانت حياتنا مع بعض سعيدة ومش ناقصها حاجة أبدا. وكانت ندى حنينة عليا قوي، بتحس بيا من غير ما اتكلم حتى. بس الصدمة الكبيرة لما عرفت إنها مصابة بالمرض الخطير الملعون اللي أخدها مني، وده كله بسبب تراكمات الحزن اللي كانت جواها من عيشتها مع أبوها القاسي. مش عارف إزاي ده أب. حاولت بكل قوتي أحارب معاها المرض اللعين، لكنه كان أقوى منها وأخدها مني. عشت في اكتئاب شديد، وأمي وقتها أخدت بنتي منا تربيها، لأني كنت وقتها ضعيف من كتر حزني على ندى،
ومش هقدر أقدم لبنتي منة الاهتمام اللي محتاجاه. ولما قررت أتجوز عشان أحاول أنسى وأبدأ حياة جديدة، اخترتك انتي لأنك شبهها. وكمان قررت إني أخلي بنتي منة تكون مع أمي على طول، رغم إن مامة ندى كانت نفسها تاخد منة تربيها عشان تفكرها ببنتها الله يرحمها. لكني رفضت، مش عايز منة بنتي تعيش في نفس ظروف أمها القاسية اللي عاشتها مع أبوها أو تطلع معقدة. طب ليه يا عمرو ما أخدتش منة أنت تربيها؟ ليه تخلي بنتك تتربى طول عمرها بعيد عنك؟ كفاية إنها فقدت أمها، ليه تخليها فاقدة أبوها كمان؟ عشان مش عايزة أظلمك وأخليك تربي بنت مش بنتك. وكمان في نفس الوقت منة بتفكرني بأيام تعب ندى. بالعكس يا عمرو، انت لازم تواجه كل حزنك ومخاوفك وتجيب منة تعيش معانا هنا وتتربى مع ابننا. وبقيت على طول أكلم عمرو عن ندى، حتى أنا بدأت أحس بوجع عمرو بجد مش تمثيل، وما بقيتش أغير من ذكرياته، وحبيت أعيش معاه من غير ما ألغي ماضيه. ومع الوقت حس معايا بالحنية والأمان، وبدأت أحس معاه بحبه ليا أنا. وشوية شوية بقى يقلل من سيرة ندى في كلامنا وبقى يتكلم عني أنا، وبقيت أسمع منه الكلام الجميل اللي كنت نفسي أسمعه من أول جوازنا. وفهمت من تجربتي إن الكلمة الحلوة بتلين الحجر، وإن الاستعجال في أي شيء في حياتنا ده أكبر غلط. عشان كده قالوا العجلة من الشيطان، ولأن كل حاجة نفسنا فيها بتيجي بالصبر والإصرار والاستعانة بالله. ومادام في نيتك تحافظي على بيتك ربنا هيساعدك، لأن ربنا بيحب العمار، أما طريق الشيطان هو الخراب.